ده هو تاكا عيل فاسق ملزق معجب ببنت ملزقة شبهه، وعشان كده طلبت منه انهم يخرجوا سوا، فما صدق تاكا وكان هيطير من الفرحة، لكن الجو كان تلج والسما بتمطر، بس الواد الملزق ده ما بيفرقش معاه وبيروح لها برضه وبيوصل لها اخيرا، وبيشوفها واقفة في عز البرد بس من غير ما تنطق حرف واحد، فبيفضلوا واقفين لمدة ساعتين كده وهم مش راضيين يتكلموا، وبيبقى تاكا عايزها تعترف له بحبها الاول علشان يعترف لها هو كمان، بس كل واحد فيهم بيكون مستني التاني يبدأ الاول. وبعد مدة طويلة استغرقت اكتر من 3 دقايق ونص، تاكا بدأ يحس بالبرد وكان هيتجنن وعايز يعرف هي عايزة منه ايه، فبيبتسم وبيرجع يسألها لو كان معجب بيها. يعني الوقفة دي كلها عشان السؤال ده يا بوما؟ بيستغرب تاكا لان المفروض مش ده اللي هو مستنيه منها، وبيعتقد انها بتسأله علشان تقول له انها معجبة بيه، فبيفضل يفكر في طريقة مناسبة يرد بيها عليها من غير ما يعترف لها هو الأول الواد الملزق الحساس ده، لكن البنت أصلا كانت مستنياه يعترف لها هو كمان، والاتنين ملزقين أكتر من بعض ومش قادرين ينطقوا ولسانهم لزق في بقهم، ولما لسان تاكا بيتحرك بيخرب على دماغه وبيقول لها إنه مش معجب بحد، فبتتصدم هي وما بترضاش تعترف له عشان اعتقدت إنها مش في دماغه أصلا، ولما بيلاقيها مش راضية تتكلم بيقول لها خلاص أنا همشي أنا بقى، لكن البنت بتشده من هدومه وبتوقفه، وبدل ما تعترف له وتخلصنا معاهم في اليوم اللي شبه وشهم ده، بتعرض عليه إنهم يتقابلوا تاني يوم مرة تانية علشان هتعترف له إنها معجبة بيه. مش عارف هتعترف له فين بقى، ما هي خلاص قالت له، لكن تاكا بيتصدم من كلامها واللي هو يعني انت هتبهدليني كده كل يوم علشان خاطر ايه؟ بس ما بيطلعش بفايدة من الموضوع وبيسيبها ويمشي. في نفس الوقت كان في بنت تانية بتراقبه من شباك الفصل وشايفة قدامها 2 معجبين ببعض بيتكلموا، فبتندب حظها لأنها مش عارفة تعترف للولد اللي هي بتحبه هي كمان، وهو زي اللطخ مش عايز يعترف لها بحاجة. بنعرف إن اسمها مينا، كسولة بطبعها لأنها ما بتعملش الواجب وعلى طول بتاخد من فوره الواجب علشان تنقله، فاشنة يعني بمعنى أصح، فهو مستغرب من تصرفاتها وبينصحها تعمل أي حاجة مفيدة بدل ما هي قاعدة مركزة معاه طول الوقت كده. الواد طير جبهتها. المهم بنكتشف إن هو أصلا كمان بيحبها في صمت، بس مش قادر يعترف لها بحبه لأنه خايف من رد فعلها. الله ينور عليك يا فنان. لحد ما بتعترف له هي إنها معجبة بيه، والواد وشه بيقلب ألوانه وبيحمر وما بيبقاش عارف يقول لها إيه، بس بيبوظ الدنيا على الآخر هو كمان وبيقول لها أنا سمعت إنك بتخرجي مع شباب كتير وده هيبوظ سمعتي في المدرسة. فبتقول له لا يا عم ما تقلقش، ده أنا تب التب اللي انت بتقوله ده. فبيسكت فورو وما بيعرفش يقول لها ايه، لحد ما بتسأله لو كانوا ممكن يخرجوا في ديت سوا، فبيستغرب وما بيفهمش هي بتتكلم بجد ولا بتهزر، لانها دايما بتتكلم وهي بتضحك. فبتقول له هو انا لو طلبت منك بجد هتوافق يعني؟ بيتوتر فورو من طريقتها وما بيعرفش يوافق ولا يرفض، فبتتخنق منها من الواد الغبي ده وبتعترف له انها معجبة بيه، فوشه بيقلب الوان تاني على طول وبيتوتر وحالته بتبقى حالة وما بيبقاش عارف يرد عليها بايه، لانه بيكون مش واثق في نفسه، وبيقول لها ان في شباب كتير احسن واحلى منه، وبيقول لها كمان انه عمره ما ارتبط قبل كده، فمرة واحدة كده يرتبط. فبتسأله لو شايفها حلوة، لكنه بيقول لها انها جميلة ومهما يقابل مش هيشوف احلى منها. ساعتها بتتأكد انه معجب بيها، بس مكسوف يقول لها يا فرحة امك بيك يا فنان، فما بترضاش هي تحرجه اكتر من كده وتسيبه وتمشي. في نفس الوقت في المدرسة بتكون البنت اللي اسمها أكاجي دي واقفة بتدخن، فبيطلع رئيس الطلبة أكاجي وبيشوفها، فما بتبقاش عارفة تستخبى منه فين وخايفة لا يقول لأهلها، لكن أكاجي بيبدأ يقرب منها وبينصحها وبيقول لها يا بنتي ما تعمليش في نفسك كده، يا بنتي انت مش عارفة ان التدخين هيدمر صحتك. بتغير كاجي الموضوع خالص وبتطلب منه ما يقولش لحد علشان ما تتفضحش وكمان عشان ما حدش يأذيها، فبيوافق هو بس بشرط انها تعمل له تنفس صناعي. اما انت عيل فاسق بصحيح يلا. فبتتجنن كاجي وبتقول له انت مش عارف انت بتقول ايه يلا ولا بتكلم مين اصلا، وبعدين هو انت مين اصلا يعني علشان اعمل لك تنفس صناعي؟ انا ما حدش يقدر يعمل لي تنفس صناعي ياض غير بس اللي يقدرني ويدفع لي فلوس اكتر. الله يخرب بيتك يا فنانه، وانا اللي فكرتك محترمه. فبيتصدم اكاجي وبيوافق يدفع لها فلوس، لكنها طلعت بتقول له كده علشان تطفشه، بس اكتشفت ان الواد زي اللزقه وطلبت منه مبلغ كبير جدا مقابل تنفس صناعي واحد، فبيطلع لها الفلوس بسرعه، وفعلا بتوافق الخضره الشريفه بيه انها تديله اللي هو عايزه، وده طبعا طالما في سياق الادب والانمي. ولما بيقرب منها بتخاف، فبيقول لها ان ده كان اتفاق بينهم وما ينفعش ترجع فيه، وبيفكرها كمان بالسيجاره اللي هي لسه طفياها، فبتتركها تعمل له تنفس صناعي. بس اول ما بيقرب منها بيقول لها الله ايه ده يا بنت، ده انت ريحه بقك زي الزفت، انت مستحمله نفسك كده ازاي يا بنتي؟ تستاهلي يا بومه وتستاهل انت كمان يا فاسق يا منحرف. لكن الواد ما بيفرقش معاه وبيعمل لها تنفس صناعي بسرعه قبل ما ترجع في كلامها، وبنكتشف ان دي كانت اول مره للبنت الفاسقه دي تعمل فيها حاجه زي كده، والشحبنه اللي كانت طالعه منها دي كلها كانت منظرها مش اكتر علشان تحمي نفسها. فبيقول لها أكاجي إنه ممكن يقع في حبها، بس ده لو سمعت كلامه وبطلت تدخين. وفي نفس الوقت في المدرسة بتقابل بنت اسمها ساسا شاب اسمه يوكو. يوكو بيكون دي آخر سنة ليه في المدرسة وهيتخرج وهيتفرم جامد يعني، ومش عارفة ترتبط بيه، ومن حبهم
حبهم الاتنين في علوم الفلك بتعزموا إنهم يتفرجوا على النجوم بالليل، وفعلا يوكو بيوافق وبيروح يقابلها. بس بنكتشف إن ساسا في الرايحة والجاية عمالة تعترف له بمشاعرها وعيل مدلوقة وملزقة في نفسها كده، وهو فرحان إن في حد بيحبه كده، بس ولا مرة قال لها إنه معجب بيها، علشان كده بتبقى زعلانة شوية صديقي الأوتاكو. لكن يوكو بيعتقد إنها زعلانة علشان هيسيب المدرسة، وبيقول لها افرحي بقى يا ستي، هتبقي العضو الوحيد في المجموعة وتقدري تشوفي النجوم براحتك. لكن ساسا ما كانتش بتحب النجوم أصلا، هي بتحب تتفرج عليها معاه هو. ودلوقتي بعد ما هيتخرج هترجع لوحدها من تاني، وهو ده اللي مزعلها، ومش بتكون عارفة تعرفه إنها بتحبه بجد من كتر ما قالت له إنها بتحبه. وبيتحقق لها سنتين بتقول له بحبك، يعني تقول له صباح الخير وبعدها بحبك، مساء الخير وبعدها بحبك. ودلوقتي هو هيتخرج ويسيبها وهو مش عارف إنها بتحبه بجد، لكنها ما بترضاش تحسسه بزعلها علشان ما يفضلش مشغول بيها. أما يوكو بقى لما بيلاقيها كده بيطلب منها يسمع كلمة بحبك لآخر مرة، بما إنه مش هيقابلها تاني بقى. والمرة دي ساسا بتعترف له بحبها وهي بتبكي، بس الواد كان زي الديب فريزر ماشي على الأرض وما بيتأثرش بمشاعرها خالص. وفي النهاية بيتخرج من المدرسة من غير ما يعترف لها بحاجة. الجاحد. بس هي تستاهل برضه. أنا فرحان فيك يا بوما. عارف ليه صديقي الأوتاكو؟ علشان عائلة ملزقة سايبة المدرسة والحصص ورايحة تتصرمح وتتلقي بيك أنت. صديقي الأوتاكو، حطيت لايك، عملت اشتراك للقناة ولا لسه؟ لسه يا عم؟ عادي يا عم، عادي. أصلا الاهتمام ما بيطلبش. ما علينا. تاني يوم بتيجي طالبة جديدة للمدرسة اسمها هوتارو، واللي بنعرف إنها أخت فورو وبتحب أخوها جامد جدا ومش عايزة تبعد عنه، علشان كده تلاقيها فرحانة إنها هتبقى معاه في نفس المدرسة. هوتارو كانت لسه صغيرة ومش فاهمة يعني إيه حب ومحن وتلزيق، كل اللي تعرفه إنها متعلقة بأخوها زيادة عن اللزوم، ومش مقدرة إنه ممكن يكون بيحب بنت تانية، بس في فرق بين حبه ليها وحبه لأي بنت تانية، وهي طبعا مش فاهمة الكلام ده. ومع أول يوم في الدراسة بتشوفه وهو قريب من مينا، فبتبقى تغار عليه وبتحذر مينا إنها تقرب من أخوها، وده لأنها مش عايزة حد يبقى معاه غيرها. لكن مينا كانت فرحانة علشان قابلت أخته، وأخيرا هتتعرف على باقي عيلته واحد ورا التاني. بس ما كانتش متخيلة حب أخته ليه اللي كانت بتبعد عنه بأي طريقة، وحتى لما مينا بتطلب منه يخرجوا سوا هوتارو هي اللي بترد بداله وبترفض الخروجه، فبتستغرب مينا من تصرفاتها وازاي اصلا بتتعامل بالطريقه دي، لكن بتعاملها على انها لسه طفله وبتحاول تقرب منها. والمصيبه انها بتسال فورو عن رايه في الارتباط بيها قدامها. المره دي هوتارو هي اللي بترد بداله برضه علشان تعرفها ان عمره ما هيعجب بيها اصلا، لكن فورو بيتدخل اخيرا وبيسترجل وبيحاول يحل الموضوع ده، لكنه زي اللطخ بيبوظ الدنيا اكتر وبيرفض يخرج مع مينا، فبتتضايق عشان رفضها، فبتستغل هوتارو الفرصه وبتغيظها. لكن فورو بيرجع يصلح كلامه وبيقول لها انا مش عارف احدد اذا كنت اخرج معاكي ولا لا، لاني بفكر في اللي هيحصل بعد كده، وان المفروض العلاقه دي تخلص بجواز واطفال وليله كبيره قوي سعادتك. فبتضحك مينا من تفكيره وبتبقى مبسوطة انه بيفكر فيها باحترام وداخل العلاقة جد. وقتها هوتارو بتتضايق والغيرة بتاعتها كانت هتولع فيهم وهم واقفين مكانهم. بننتقل بعدها لشاب جديد بينضم للمدرسة اسمه كاجا، ما بيبقاش عارف هيعمل ايه ولا هيتكلم مع مين لانه ما يعرفش حد خالص. بس على مين؟ ساسا بتقوم بالواجب وبتدخل تتكلم معاه، وبتطلع نسيت حبها ليوكو بسرعة جدا وعملت أسرع موف أون في الكوكب، وبتعزم كاجا ينضم لها في الجمعية اللي هي عاملاها ومسمياها علوم الفلك، لكنها ما بتدخلش غير شخص واحد بس للجمعية دي، وهو ده اللي بتبقى معجبة بيه. وده بيفسر كلام يوكو لما قال لها إنه هيسيبها لوحدها في الجمعية، بس هي ما سابتش نفسها كده بسهولة وبتحاول ترتبط من جديد علشان ما تبقاش لوحدها. فبيستغرب كاجا من تصرفاتها لأنها بتتعامل معاه بطريقة غريبة شوية، دي تقريبا بتغصبه ينضم لها لكنه بيبقى خايف منها. ولما بيسألها عن باقي الأعضاء اللي معاها بتعرق وهي بترد وبتقول له دول كتير قوي جدا يعني، وطبعا هو بيبقى عارف انها بتكذب عليه، بس في النهايه بتعرف تقنعه، ولان كاجا خايف منها بيوافق على طول علشان يخلص من زنها ده، وبالمره يجرب الارتباط ويشوف طعمه عامل ازاي. هيكون طعمه عامل ازاي يعني؟ يلا يا ملزق يلا بالكاتشب مثلا. في نفس الوقت يكونوا الاتنين دول جودا وميني قاعدين جنب بعض في نفس الديسك، بس جودا بيكون حاسس ان ميني ما بتبصلوش خالص على الرغم انهم مشتركين في حاجات كتير، وبيحس انها مش طايقاه، علشان كده كان عايز يسيبها ويمشي، لكن ميني وقفته بسرعه وطلبت منه يدور معاها على العدسات اللاصقه بتاعتها. ولو ما تعرفش يعني ايه عدسات لاصقه صديقي الوتاكو زي حالاتي كده يعني، فهم بيقولوا كده، والله اعلم ان ده اللينسز. ما علينا. جودا بيسألها هي وقعت اللينسز بتاعها امتى، فبتقول له انها بتعرق كتير وده بيخلي اللينسز يقع منها غصب عنها وهي ما بتعرفش تشوف من غيره، فبيساعدها وبيدور معاها، بس بيبقى عايز يعرف هي ليه بتتجاهله طول الوقت. وهنا ميني بتتصدم وبتفكره باليوم اللي ساعدها فيه لما نقل لها الواجب في كراستها، ومن وقتها وهي شايفاه لطيف معاها ومعجبه بيه ومش متخيله
متخيلة حياتها من غيره، علشان كده كانت بتتحرج لما بتبصله. الشجاعة بتاخدها دلوقتي وبتطلب منه إنهم يخرجوا سوا، لكن جودة موده بيقلب حبتين تلاتة كده، وبينزل يركع على رجله علشان يعرفها إنه كان فاهم غلط من البداية ومش عايز يسبب لها مشاكل في حياتها، علشان كده اختار إنه يبعد عنها أحسن. فبتتأثر ميني بكلامه وبتنهار من البكاء، ويدوب بيرفع راسه بيلاقيها بالمنظر ده، فبيعترف لها بحبه على طول وإنه عمره ما هيسيبها لوحدها. الثبات على المبدأ عنده يبكي في الزاوية. بعد المدرسة كانت السما بتمطر، وكان في بنت اسمها تاكو واقفة بره مش عارفة تمشي لأنها نسيت الشمسية بتاعتها. فبيخرج شاب جنتل من جوه اسمه سوجا وبيدي لها الشمسية بتاعته وبيقول لها أنا هكمل الطريق جري، ما تشغليش بالك انت. بس يدوب أول ما بيمشي خطوتين بيقع على وشه زي الروج، فما بترضاش هي تسيبه، وبيمشوا هما الاتنين تحت نفس الشمسية. لكن سوجا كان طويل حبتين لدرجة إن المطر بينزل على كتفه، فبتطلب منه تاكو إنه يقرب منها علشان ما يتبلش، ولما بتلاقيه مكسوف بتقرب هي منه، فوشه بيبقى عامل زي الطماطمايه كده وبيلف الناحية التانية. فبتحاول تاكو تتكلم معاه، لكن سوجا بيقول لها يا بنتي عيب اللي احنا بنعمله ده، افرضي مثلا يعني حبيبك شافنا دلوقتي هيقول ايه؟ فبتقول له تاكو انا ما عنديش حبيب اصلا، وان استحالة حد يحبها وهي كئيبة بالشكل ده. وبتعرفه كمان إن ما عندهاش خبرة في العلاقات، علشان كده عمرها ما هتدخل في علاقة مع حد ولا حد هيحب يقرب منها. بس الغبية ما تعرفش إن سوجا أصلا بيحبها وبيحاول يلمح لها ده طول الوقت، بس هي زي البومة مش حاسة بحاجة، لحد ما بيوصلوا لمحطة الأتوبيس فسوجا بيسيبها ويمشي. أما هي فبتفضل ترسم أحلامها الوردية مع حالها، وإن نفسها سوجا يحبها زي ما هي بتحبه، وبتطلع أصلا بتموت فيه الملزقة دي، بس مش قادرة تقول له اللي جواها لأنها عارفة إن محدش هيحب يبقى معاها في حالتها دي، اللي هي إيه أصلا أنا معرفش. ما البنت سليمة وزي الفل أهو، مش ناقصة إيده لاجي ياعي، تكونش ناقصة حاجة تانية وأنا مش واخد بالي. وده مثلا ما علينا. تاني يوم في المدرسة بنعرف إن الاتنين شي وكانا عصافير كناريا، وبيبقوا متوعدين بقالهم سنتين، بس عمرهم ما تلزقوا في بعض قبل كده، وطول الوقت في خناق ومشاكل، وده مخلي اللي حواليهم مستغربين من علاقتهم لأنهم مختلفين عن باقي الناس. لحد ما كانا بتحس إن علاقتهم ما بقتش كويسة أو مش مناسبة ليهم، فبتطلب من شي وهم مروحين إنهم ينفصلوا. لكن شي أصلا كان شايف علاقتهم كويسة، ومش شرط يعني يفضلوا يقولوا كلام حلو وملزق علشان تبقى علاقتهم كويسة، المهم إنهم يفضلوا مع بعض. بتسيبه كانا وتمشي وهي ساكتة، وبتفتكر أول يوم اعترفت له بحبها، طلع هو كمان بيحبها، ومن ساعتها وهم مع بعض. فبتبقى زعلانة علشان طول الوقت نازلة فيه ضرب وشتيمة وهو مستحملها عادي جدا، لكنه بيقول لها تعمل فيه اللي هي عايزاه طالما هيفضلوا مع بعض وهتبقى مرتاحة. رجولتك يالا كسرت النضارة ودخلت في عيني يخرب بيت إحساسك. في الوقت ده ماتسو بتعترف للشاب اللي بتحبه بحبها، بس هو بيرفضها ويسيبها ويمشي، علشان كده كانت زعلانة وبتبكي. لحد ما في شاب تاني اسمه كاتوري بيظهر فجأة وبيعزمها تخرج معاه الحفلة، لكنها ما كانتش راضية علشان مش في المود بقى وكده. بس كاتوري مصمم ياخدها معاه، ولما بتلاقيه كده بتنزل فيه ضرب هو كمان، والواد سايبها خالص تعمل فيه اللي هي عايزاه، وبيطلع فرحان اصلا انها بتضربه، وكل ده عشان بيحبها. وزي ما بيقول المثل بقى، ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. بعدها ماني بيحكي لنا انه حب بنت لمجرد انه شافها في المواصلات، وحبه ده اتكون لما بقى يشوفها كل يوم، وحتى لما حد كان بيحاول يتحرش بيها من غير اي تردد اتدخل هو وضربه، وساعتها البت حبته وعزمته على خروجه عند بهيج بتاع الفوسفور العجيب. بس هو ما كانش واثق انها تيجي فعلا، وكان واقف يكلم نفسه زي المجنون، لحد ما اخيرا بتوصل وهي فرحانه، فبتطلب منه يدور لهم على مطعم ياكلوا فيه على حسابها. فبيبدا ماني يفكر في مطعم رخيص علشان ما يكلفهاش كتير، وبيشاور لها على عربيه كبده وسجق في الشارع. فلما بتلاقيه اختار لهم مكان قليل بتعزم هي في مطعم كبير، وبتقعد تحكي له انها كانت متابعاه من زمان، لانها كانت بتشوفه دايما في الاتوبيس، وكان بيقوم لكبار السن علشان يقعدوا مكانه، وحتى لما انقذها بقت معجبه بيه اكتر. فبيبدا ماني يتوتر ووشه بيعرق وبيجيب الوان كده، لانه بيكون خايف تكون خدت عنه فكره غلط، لكن الحقيقه مش كده خالص. بتحاول البنت تجمع كلامها علشان تعترف له بحبها، بس في اللحظه اللي بتنطق فيها هو بيبقى متوتر وبينادي على الجرسون علشان يجيب لهم عصير. بيكسف الواد بقى وكده. في نفس الوقت في المدرسه بنعرف ان تاكا النهارده يومها في التنظيف، لكن سوجا لما بيشوفها بيقرر يساعدها، وهي ما بتبقاش عارفه هو جاي يساعدها ليه، وبتقعد تكلم نفسها عنه، وبتقول لنفسها ممكن مش عاجبه تنظيفي مثلا، او عشان ما يخلينيش اتاخر في المدرسه، لكنه في الحقيقه كان مستني اللحظه المناسبه علشان يعترف لها بحبه، الواد الملزق ده. بس بسبب خوفه من مشاعرها ما كانش قادر يطلع الكلمه، وبدل ما يتكلموا عن الحب والرومانسيه والمحن والتلزيق بيسيبوا كل ده وبيتكلموا عن النظافه وفوائدها. جدعان يا تاكا، النظافه من الايمان برضه. في نفس الوقت كانت كاجي قاعده في الفصل تفكر في كلام اكاجي، ومش متخيله ازاي هتدخل تحب واحد زيه، علشان كده قررت انها اول ما تقابله تطلب منه يبعد عنها. بس المصيبه انها اول ما بتشوفه ما تعرفش ترد عليه، وهو ما شاء الله نازل فيها جلد، وبيقول لها يا بنت انتي اصلا سهله، وانا مراقبك من زمان وكنت مستني اي
حد يقولك كلمة حلوة علشان تروحي معاه، فقمت أنا جيت لك بقى وقلت لك الأول علشان أخدك ليا لوحدي. فبتتصدم وبتقول له يعني أنت كنت مراقبني طول الفترة اللي فاتت دي؟ طب يا أخي كنت اديني إشارة. لكن أكاجي بيصدرها وبيعرفها إنه معجب بيها أصلا من زمان ونفسه يرتبط بيها، بس كان مستني اللحظة المناسبة. فبتتأثر كاجي وما بتعرفش ترد عليه لحد ما بيقرب منها أكاجي وبيعمل لها تنفس صناعي غصب عنها، فبتاخد الصدمة بقى. في نفس الوقت فورو كان مراقب مينا طول الوقت وحاسس إنها بتبصله ومش عارف يهرب من نظراتها، وده لأنه عارف إنها مستنية رد عليها، وبيقرر إنه يعترف لها بمشاعره ويخلص أحسن ما هم ساكتين كده ويبص لها كده وهي بتبصله كده، لكن مفيش أي حاجة بتحصل كده ولا كده. لكن مينا بتقرب منه وبتسأله لو كان عايز يقول لها حاجة، فبيرجع في قراره على طول وما بيرضاش يتكلم، فبتتضايق منه وبتروح تقعد مكانها، وهو كل اللي بيعمله بيفضل يندب حظه بيقول يا ريتني قلت لها وخلصت، زمانها دلوقتي زعلت. لكنه بيتفاجئ إنها رجعت له تاني وبتطلع كانت عايزة تشجيعه مش أكتر، وهو زي اللطخ مش عايز يتحرك خالص. بنروح لتاكو، صاحبتها بتديها جواب علشان توصله لسوجا، واول ما بيلاقيها كده بيفتكر ان هي اللي كاتباله الجواب وبيفرح جدا وبيتفق معاها يتقابلوا بعد المدرسه. لكن هنا كانت الصدمه، بيكتشف انها جايباله جواب من واحده تانية، ديليفري يعني. عشان كده بيرفض ياخده منها وبيقول لها ترجعه لصاحبته احسن. هو بيحترمها علشان قالت له بكل صراحه، بس مش هيقدر يحبها علشان بيحب بنت تانية. تاكو اول ما بتسمع انه بيحب بنت تانية بتهريه اسئله بقى، بتحبي فيك ايه وانت بتحبها ليه، طب ايه مواصفاتها، ونازله على امه مش رحماه. فبيعرفها انها هاديه وبتقعد جنبه لوحدها وعمال يوصف اللي بيحبها، بس في الحقيقه هو كان بيوصفها هي. والبنت عامله زي سلطان في غبي منه فيه، مش فاهمه حاجه خالص، وبتقول في سرها اهو يكون بيحبني انا اهو. ده بقى انا قدام السؤال المباشر في الامتحان. المهم سوجا مش قادر يقول لها حاجه وبيمشي ويسيبها، فهي بتفضل تتخيله قدامها وبتحضنه وبتتمنى لو بيحبها هي فعلا. ينعل ابو ام تلزيق يا اخي. في الوقت ده كاندا كانت بتحاول تبعت رساله لتاكا تعترف له فيها بحبها، بس بعد ما بتكتب له رساله طويله عريضه بترجع في كلامها وبتمسحها من تاني لانها خايفه من رد فعله، وبتبعت له رساله عاديه تطمن عليه. المفاجاه بقى ان تاكا نفسه كان قاعد مستني منها الرساله دي وبيبعت لها هو كمان، وما بيصدق اصلا تكلمه وبيفضل يرغي معاها بالساعات. انا تهت يا صديقي الاوتاكو، ما بقتش عارف مين بيحب مين ومين بيكرش على مين. ما علينا. بتعترف كانجر شبهها لتاكا، فبيسكت تاكا وبيقول لها انه مش هيعترف بحبه على النت، فبتاخد كاندا الصدمه بقى، وهو كمان بيتصدم علشان اللي قاله اصلا كان عكس اللي كاندا عملته. وبكده الاتنين دخلوا في سكه مسدوده لدرجه انهم ما بيعرفوش يبعتوا لبعض تاني، وكل واحد فيهم بيبقى قاعد ونازل عليه لوح تلج ومش عارفين يرفعوا راسهم من تحت المخده. ابو تلزيق ومحنك يا اخي انت وهي. واللي كتب السكريبت ده كان كمان تاني يوم في المدرسه بنشوف كاجا وساسا وهم قاعدين مع بعض، بس كاجا بيضم عضو جديد للجمعيه بتاعتهم، وبنكتشف انها بنت اسمها نانا اللي ساسا اصلا اول ما بتشوفها بتتضايق. كاجا بيقول لها انه عايزها معاهم علشان مهتمه بالنجوم زيها، ولسه ساسا هترد بتيجي واحده تعرفها ان المدير عايزها في المكتب، فبتسيبهم وتمشي. وساعتها بنكتشف ان نانا وكاجا كانوا اصحاب من ايام اعدادي، لكن كاجا عمره ما حس بيها برغم انها بتحبه من زمان، ومهما حاولت تلفت انتباهه بيبعد عنها وبتفضل تتخانق معاه علشان متجاهلها. دي حتى بتطلب منه يبعد عن ساسا علشان يبقى لها هي لوحدها، وبتقوم ما بينهم خناقه كبيره جدا وبتبقى مدعكه، وبتبقى غيره نانا هتولع في المكان وفي اللي كتب السكريبت ده، لحد ما بيهديها كاجا وبيقرب منها فبتبقى هاديه وبتحاول تعمل له تنفس صناعي الفاسكه دي، هو ده وقته يعني. المهم بتدخل عليهم ساسا وبتشوفهم فوشها بيقلب الوان، وده لانها كانت ناويه ترتبط بالواد، بس بعد اللي شافته عمرها ما هتفكر في الموضوع ده تاني. اما جودا وميني فبعد ما اعترفوا لبعض بحبهم علاقتهم ما بقتش زي الاول، وكل واحد فيهم بقى يتعامل مع التاني بحساسيه. ميني نفسها ترجع تتكلم معاه تاني زي ما هي متعوده، اما جودا فكان بدا يتجاهلها، وحتى لو بيمشي معاها او بيذاكروا سوا بيتعامل معاها برسميه شويه، فبتحس انه ما بقاش يحبها وبتقول له هو انت ما بقتش تحبني؟ لا دي من عندي انا الصراحه صديق الاوتاكو، هي ما قالتش كده خالص. المهم ان كلام الواد ده كله كان علشان يخليها تطمن مش اكتر، ده حتى لما بتحاول تقرب منه بيبعدها عنه، فبتحاول تبرر افعاله دي لحد ما بتاخد القضيه في الحته الفاضيه، وجودا بيقوم مغير كلامه وبيقول لها تعالى ننسى اللي قلناه لبعض وخلينا اصحاب احسن. فبتاخد الصدمه بقى، ولما بيلاقيها كده بيطلب منها يمسك ايدها، واهو على الاقل يحسوا انهم اصحاب. وبنرجع لكاجا ونانا اللي كانوا قاعدين يلوموا نفسهم على اللي حصل ما بينهم، وكاجا كان كل اللي همه ان ساسا شافتهم، لحد ما والدته بتدخل عليه وبتطلب منه يوصل طلب لبيت نانا، فبيعتذر لها وبيطلب منها تروح هي، وده لانه حاسس ان نانا بتكرهه اصلا. لكن امه بتصدمه لما بتقول له انها حاسه ان نانا بتحبه، وبتبقى مستغربه قوي. وعشان كاجا يثبت لها ان مفيش حاجه بينهم بياخد الطلب وبيروح يوصله، فبتفتح له نانا الباب، فبيفضلوا واقفين يبصوا لبعض كده، والبت عينها بتطق شرار وعايزه تولع في امه. المهم ان علاقه كازي
كاجي وأكازي بتتطور بقى لدرجة إن أكازي بيروح يذاكر لها في البيت. بس كاجي كانت لسه حساسة من ناحية علاقتهم وعايزة تعرف هو بيحبها بجد ولا لا، لكن في وسط الكلام أكاجي بيصدمها الفاسق وبيعمل لها تنفس صناعي، فبتستغرب إنه ما بيخليهاش تتكلم حتى. فبيقعد بقى الواد الحساس الملزق ده يعد لها الحاجات اللي بيحبها فيها وقد إيه هي جميلة ومفيش زيها وحاجة آخر محن وتلزيق يعني. لكن البت برميل نكد بيقول لها أنا بحب شكلك. تقول له معنى كده لو قابلت أجمل مني هتروح لها؟ طب يا ستي بحب وشك. تقول له يعني كده لو قابلت واحدة وشها أجمل مني هتروح لها؟ لحد ما هو بيتعصب هو كمان وبيقوم قايل لها بحبك علشان مسترجلة يا ستي ومش أي حد يعجبك ولا تدخل حياته. فبتتصدم وبتسكت. بنعرف إن كانا وشي مفيش حاجة بتحصل بينهم، وطبعا مامته ما سابتهمش في حالهم خالص. لكن كانا كانت مفكرة إن اللي عملته معاه كانت جرأة زيادة شوية، وبتلوم نفسها إنها طلبت منه يعمل حاجة غصب عنه لأن ده ما كانش وقته خالص. بس الواد مش في دماغه أصلا وعمال يتكلم معاها عن الأفلام والمسلسلات وحاجة آخر قرف يعني. بالليل فورو وهو قاعد في البيت بيبعت رسالة لمينا لحد ما هوتارو أخته دخلت عليه وحست إنه مشغول آخر فترة وما بقاش يقعد معاهم كتير، عشان كده بتقوله إن مامته بتنادي عليه وبتخليه يقوم يشوفها، وبتروح تفتح موبايله من وراه وبتكتشف إنه مرتبط بمينا وعمال يتكلم معاها طول الوقت. فبتتضايق هوتارو وبتبعت لمينا على أساس إنها فورو علشان تطلب منها تبطل تتكلم معاه لأنه بيذاكر. لكن مينا من كتر حبها فيه بتبعت له رسالة تانية وبتفضل تتكلم مع هوتارو على أساس إنها فورو. لكن هوتارو بتبوظ الدنيا على الآخر وبتحاول تطفشها بأي طريقة، لكنها مش عارفة كل الأسرار اللي بينهم واللي مينا بتتكلم عنها، فما بتبقاش عارفة ترد عليها بإيه. الفكرة بقى إن مينا حست إن هوتارو هي اللي بتكلمها وفضلت تجاريها في الكلام علشان تجيب آخرها. ده حتى بتقول لها إنها حامل بطفل من فورو، فبتتصدم هوتارو لأنها ما كانتش متخيلة إن أخوها ممكن يعمل كده، فما كانتش قادرة تمسك الفون ترد عليها أصلا. لكن على الناحية التانية ميها تيمت نوت بيعها ضحك ونازلة رسايل على آخرها وعمالة تكذب على هوتارو اللي مش طايقة نفسها. المصيبة بقى إن هوتارو ما بتستحملش أكتر من كده وبتقوم تفضح أخوها قدام البيت كله، وفورو تايه ومش فاهم إيه اللي بيحصل أصلا. تاني يوم بنشوف ميني وهي ماشية مع جودا بتطلب من جودا إنه يصرحها بكل اللي جواه من ناحيتها، لكن جودا مش عايز يكشف كل اللي في قلبه وعمال يهرب من سؤالها لحد ما بيتزنق في الكلام. بتصمم ميني تعرف مشاعره عاملة إزاي، وساعتها بيعترف لها بحبه وإنه مش قادر يعيش من غيرها، وبيفضلوا يلزقوا في بعض شوية. في نفس الوقت كانت كاندا ماشية سرحانة في المدرسة، وحتى لما تاكا عدى من جنبها ما حستش بيه، وللأسف علاقتهم بتبوظ وبيبعدوا عن بعض. فتاكا بيفكر إنه يبعت لها يعتذر لها عن اللي قاله أو حتى يعترف لها بحبه وهو كمان، بس خايف لا ترفضه المرة دي ويخسرها للأبد. فبيدخل الحمام يفكر مع نفسه، ووقتها بيظهر له شاب وبيديله نصايح تحمسه يروح يعتذر لها ويتكلم معاها بدل ما يخسرها للأبد. وأخيرا تاكا يتشجع وبيقرر يروح لها، بس لما بيدير علشان يشكر الشاب ده ما بيلاقيهوش موجود، فبيحس إنه شبح ظهر له مخصوص علشان ينصحه واختفى على طول. في الوقت ده تاكو ما كانتش عارفة تعيش حياتها لأنها مش عارفة تقرب من سوجا لحد ما الشجاعة بتاكلها وبتروح لأوضة اللبس بتاعته في المدرسة وبتحاول تفتح معاه كلام لكنه بينفض لها. وبعد اعتراف جودا لميني بقت حاسة إنها سعيدة في حياتها، لكن مشكلتها إنها مش مطمنة. علشان كده جودا كان دايما بيطمنها وكل ما يقعد معاها يطلب يمسك ايدها، لكن ميني بقى قربت منه زيادة عن اللزوم وبقت تحب ريحته البنت الملزقة المقرفة دي، وهو مستغرب من تصرفاتها معاه بس بيجاريها في اللي بتعمله طالما مرتاحة. وده على عكس كانا وشي اللي كانت علاقتهم عمالة تبوظ وهو ولا في دماغه. أما كانا فكانت متضايقة علشان لحد دلوقتي ما عملهاش تنفس صناعي، وكل ما تقرب منه تحصل حاجة تبعدهم عن بعض. أما علاقة أكاجي وكاجي فكانت متطورة على الآخر، وكل واحد فيهم بيقول اللي نفسه يعمله من غير خوف حتى لو كان الموضوع ما ينفعش يتقال. تخيل بقى علاقتهم هتبقى عاملة ازاي. مش عايزة اتخيل يا عم، يا ريتني ما خليتك تكتب الانمي يا جدع. المهم ان علاقة تاكو وسوجا فكانت مختلفة شوية لانهم لسه خايفين يعترفوا لبعض، ولما بيبقوا في التمرين سوا بيفضلوا يبصوا لبعض كتير، بس اللي بتيجي عينه في عين التاني بيقوم مودي وشه على طول. كان كل واحد فيهم خايف التاني يعرف اللي في قلبه، لحد ما سوجا بياخد الجرأة بقى وبيشاور لها، لكن تاكو ما بتفهمش وبتعتبره بيشاور لحد تاني، علشان كده بتطنش وبتروح التمرين بتاعها. بس سوجا لما بيقرب منها بيسألها ليه طنشتيه كده، فبتقول له انها كانت معتقدة انه بيشاور للبنت اللي جنبها، وبتتصدم لما بتعرف انه كان بيشاور لها هي. وعلشان تخلع من الاحراج ده بتنط في حمام السباحة بنت المجنونة، وهي عمالة تلوم نفسها ازاي ما عرفتش انه كان بيشاور لها. بس بتسأل نفسها بقى هو فعلا مهتم بيها ولا مشاعره ايه من ناحيتها، وبيبدأ قلبها يدق بسرعة لدرجة انها بتحس ان عندها سخونية مش حب خالص. ولما بتقرر انها هتقول له الحقيقة بتطلع من الحمام تتكلم مع الشاب اللي جنبها، بس بتتفاجئ انه جودا مش سوجا خالص، اللي بيسألها لو كانت عايزة يوصل الكلام
الكلام ده لصاحبه، لكنها بتتحرج وبتقول له لا مش عايزة من وشك حاجة. في الوقت ده تاكا وكاندا كان بقالهم شهر ما اتكلموش خالص، وكل واحد عمال يكلم نفسه عن التاني. تاكا عايز يرجع يكلمها تاني ويعتذر لها، وكاندا مش عارفة هو شايفها ازاي دلوقتي، والاتنين واقفين في مكان معين مش عارفين يتخطوه خالص. فبتفكر كاندا تعتذر له على اللي قالته له، لكن هو بيفضل زي ما اعترفت له ويريح نفسه خلاص. واخيرا بياخدوا هما الاتنين حبوب الشجاعة، فبيحاولوا يقربوا من بعض تاني، لكن الاتنين بيتلجلجوا في الكلام ولسانهم بيتلزق في بقهم. فبتعترف له كاندا مرة تانية انها بتحبه، فبيفرح تاكا. في الوقت ده ميني كانت ماشية تكلم نفسها في الشارع وبتقول انها اخيرا ارتبطت بالكراش بتاعها، ودي كانت اول مرة تقبل فيها شاب، فكانت مبسوطة. اما جودا فكان ماشي يلوم نفسه ازاي قدر يعمل حاجه زي دي، وبيبقى مفكر ان ميني متضايقه منه، وبيفكر انه ما يعملش كده تاني علشان يفضل معاها. في نفس الوقت كانت مينا قاعده مع فورو في المدرسه وبتعترف له هي كمان بحبها، وبتبقى مستنيه مشاعره تتحرك ويعترف لها هو كمان. واخيرا الواد برميل التلج ده بينطق وبيعترف لها هو كمان بحبه، فبطير مينا من الفرحه وبتقول له ياه يا جدع اخيرا وصلت. فبيقول لها اعمل ايه طيب الطريق كان زحمه. فبتقول له مش مهم الحمد لله على سلامتك يا فنان. في نفس الوقت كانت مينا شايفه اي حاجه جودا بيعملها معاها على هيئه حب، وعينيها بتطلع قلوب حمراء كل ما يساعدها في حاجه، حتى لو فتح لها غطاء ازازه بتقعد تسبله بعينيها. وجودا مش فاهم تصرفاتها خالص، بس وهم قاعدين في بنت بتيجي تتكلم مع جودا وبيكون باين انهم واخدين على بعض، عشان كده مينا بتسيبه وتمشي. فبيحس جودا إنها اتضايقت منه، وأول ما بيطلع من المدرسة كان هيتصل عليها، بس بيلاقيها مستنياه أصلا، وبتعرفه إنها حاولت تحسسه بقيمتها شوية كعقاب ليه يعني لو كلم بنت تانية. فبيحس جودا إنه بوظ الدنيا خالص، وبيوعدها ما يكررش الموضوع ده تاني. لكن هم قاعدين يتكلموا وناسين نفسهم خالص، كانا وشي بيعدوا وبيشوفوهم، فبيستغربوا إن جودا وميني مرتبطين، وبيقفوا يتفرجوا عليهم وبيقعدوا يقارنوا علاقتهم بعلاقة ميني وجودا، وبيحاولوا يقلدوهم ويعملوا زيهم، بس ما بيلحقوهمش لأن جودا وميني بيشوفوهم على طول. يا عالكسف اللي انت فيها يا حازم انت وهو. في نفس الوقت شي كان ماشي زي العبيط يدور على كانا في كل مكان، ومش عارف يرجع لها ازاي بعد اللي عمله معاها، وده لأنه عمل لها تنفس صناعي غصب عنها. كان مفكر نفسه حمدي الوزير تقريبا الفنان. لما بترجع البيت بتتفرج على الشات بتاعهم وتعرف انه بيبعت لها كل يوم من ساعة ما انفصلوا، وهي بتتقل عليه ومش راضية ترد. بس في الوقت ده بتفكر انها ترد عليه مرة. في نفس اللحظة دي شي كان زهق وخلاص فقد الامل انهم يرجعوا لبعض، عشان كده بيقرر ما يبعت لهاش رسائل تاني، وبيفكر يبعت لها رسالة اخيرة يعتذر لها فيها. لسه هيبدأ يكتب هاتف البت البومة بيقع في البانيو، فبتجري على بره بسرعة تنشفه، لكن الهاتف ما بيفتحش خالص. شي كان قاعد يكلم نفسه ومستغرب هي ليه ما فتحتش الهاتف، وبيقول انها بتاخده معاها حتى وهي داخلة الحمام، اشمعنى دلوقتي يعني مش فاتحاه، ومعتقد انها متجاهلاه ومش عايزة ترجع له تاني. على الجانب الآخر كانت قاعدة تلوم نفسها وبتبكي وبتتمنى لو الهاتف بتاعها يفتح تاني، وبتكتشف أخيرا إنها مش قادرة تبعد عن شي خالص لأنها بتحبه ودايبة في دباديب ودبدوب دبدوبه. وبتحصل بقى المعجزة اللي أنا كنت منتظرها من بداية الأنمي، والهاتف بيفتح لوحده ما شاء الله. وأول حاجة بتعملها بتتصل على شي، بس ما بتلحقش تقول حاجة والهاتف بيفصل تاني. ده انتوا جايين تزولونا بقى يا جدعان. المهم بعد كده المدرسة بتعمل يوم رياضي وبيقسموهم لفرق علشان يلعبوا كورة، فكل واحد بياخد البت بتاعته وبتروح تشجعه. سوجا كان حاسس ان مفيش حد حواليه غير تاكو اللي واقفه تبص عليه، وخايف يبقى شكله وحش قدامها، علشان كده بيشوط كوره قويه جدا بس بتروح ناحيه كانا. فلما شي بياخد باله بيجري بسرعه يصد الكوره قبل ما تيجي فيها، بس بيتفاجئ ان كانا ما خافتش من الكوره وكانت بتتمنى انها ترتبط بسوجا، لحد ما شي بيتفجر عليها وبيقول لها بقول لك ايه، من غير لا سلام ولا كلام انا بحبك وعايز نبقى عصافير كناريا ملزقين. فبتوافق البنت الملزقه دي وما بتصدق. في نفس الوقت ده كانا بترجع لشي، وكل واحد بيعيش مع اللي بيحبه حياة سعيدة، وبينتهي الانمي العبثي ده. وفي النهاية طبعا لو فهمت اي حاجة يا صديقي الاوتاكو ما تنساش تحط لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناة وتفعل كمان الاشعارات علشان الانميات الجاية هتبقى دمار غير الانمي اللي ملوش اي 30 لازمة ده. وبس كده، سلام يا فنان.